هلو زلوز، أفكار جديدة وحيل رهيبة. تعالوا مع بعض. أول حيرة لما تلاقي عندك الحوض شكله مش حلو ومش نظيف وريحته مش حلوة بالشكل ده، حطي دايما سائل أطباق وبيكربوناته وحطي عليهم خل وسيبيه لمدة نص ساعة. نص ساعة يا جماعة واشطفوه. يفضل ان انتي تشطفيه بمية سخنة، لكن ممكن مية دافية، ممكن مية باردة من الحنفية عادي. هيرجع بيلمع والريحة هتروح منه. جربي وكرري العملية دي كل شهر وانتي مش هتعاني من ريحة الحوض والانسدادات اللي بتكون موجودة. عايزة تحافظي على الجبن عندك من الرطوبة، وساعات تاخد رطوبة وبتبقى فيها مية كده، حطي من تحت اسباجيتي مكرونة او رز او اي حاجة بتشيل الرطوبة، وبكده هتخلي الجبنة معاكي فريش لأطول وقت. عمرك كام لما عرفتي ان الايد بتاعة القطاعة بتحمينا من طرطشة الزيت وبتساعدنا ان احنا ننزل المكونات بالشكل ده واحنا مغطيين الحلة من غير ما نتبهدل؟ عايزة المانيكير بتاعك تشيليه في كل سهولة، سواء بقى للصلاة او لأي حاجة تانية. حطي فازلين قبل ما تحطي المانيكير هينشف، ومجرد ان انتي تمشي عليه بس منديل كده وتفركي فيه هتلاقيه اتشال بكل سهولة، لان الفازلين هيساعد انه ما يثبتش على الضفر. كمان هاتي الباتس بتاعتنا العادية وابتدي كده ان انتي امليها مية وحطيها في الفريزر. هتبقى موجودة عندك ككمادات لأي حاجة بقى، كدمات، حد سخن في البيت. ممكن كمان تستخدميها كأسباج لأي لانش بوكس أو أي حاجة كده في الرحلات. هتساعد ان الحاجة دايما تفضل ساقعة لوقت أطول. رشي دايما قرفة على باب البيت، القرفة هتطرد الحشرات، هتعطلك مدخل البيت. كمان يقال انها بتجيب الحظ الحلو للبيت والحظ الطيب والروح الحلوة والطاقة الإيجابية. هاتي كده قطعة الملوخية وقطعي البيتزا بتاعتك. عايزه اقولك قطعة الملوخية او المخرطة بتاعة الملوخية من احسن الحاجات اللي هتقطعي بيها البيتزا. بتقطعها بيرفكت، يعني السلايسز بتاعتها بتكون بيرفكت قوي في التقطيع. جربيها وقولي لي رايك. وانتي مسافرة بقى في المطارات، بتوع المطارات هيعرفوا ويقدروا قوي الفكرة دي. اربطي كده اي شريطة، ويستحسن شريطة عليها مثلا اسم اسبوع ابنك بنتك، بحيث تبقى مميزة ومفيش حد رابطها زيك، بحيث تتعرفي عليها في سير الشنط على طول. هاتي كده البكر بتاع مناديل المطبخ وامليه اكياس بالشكل ده. حطيها بقى في شنطتك او في العربية او في اي مكان هيكون عندك جاهز اكياس بطريقة مرتبة كده، وسهل ان انتي تطلعي اي كيس علشان ترمي فيه اي باسكت بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بجد من الافكار المنجزة وكمان منقذة ليا جدا. تعالي اقولك بقى، السودانيين لما بيبخروا البيت بيبقى ريحة البخور فظيعة ومالية البيت ازاي. السر كله في مكعب ماسك هتجيبيه من العطار، هتجيبيه وتشريه كده على الفحم. عايزه اقولك كمية البخور اللي طالعة والدخان اللي طالعة مع ريحة المسك فظيعة يا جماعة. وده السر بتاعهم، بيبخروا بيه الجسم والهدوم وكل حاجة في البيت. بجد ده سر وقلت لازم اعرفكم عليه. هاتي برضو اسفنجة كده او الاسبونج بتاعت المطبخ تكون نظيفة طبعا، وبليها دايما مية. سيبيها في الفريزر لأي كدمة بقى، لا قدر الله حاجة زرقت، حد اتخبط، هاتيها كده بتبقى حنينة وساقعة وبتستخدم ككمادات. بجد من احسن حتى الكمادات. بتجيبيش بقى كيس الخضار والملوخية وتعملي لهم كمادات، دي طرية كده وحنينة. ورق الزبدة عندك خلص ومحتاجة ورق للطوارئ، هاتي كده ورق A4 ابيض معلهوش اي حبر، وابتدي ان انتي ادهنيه كله بالزيت كويس جدا. ما تخافيش مش هيتحرق تماما، تبعيه بس في الفرن مش هيتحرق طالما انتي مغلفاه بالزيت كويس، وهيتعامل معاكي كأنه ورق زبدة بالظبط. الاكل مش هيلزق فيه، وبكده هتحافظي على الحلل بتاعتك من الدهون. وده للطوارئ يا جماعة، يعني مش بنستخدمه على طول. كمان طبقي البنطلون بالشكل ده، هيبقى منظم وارتب بكتير في الدولاب. عارفين بقى علب الادويه بيجي معاها كده حاجه زي الحاجات البيضه دي يا جماعه بتحفظ الرطوبه. دي ما نرميهاش، دي نستخدمها ان نحفظ بيها الاكسسوارات بتاعتنا والشنط الجلد. بتمنع الرطوبه وبتمنع تغير لون الاكسسوار. بجد يا جماعه كنز، بجد ما ترموهوش. هاتي بقى اي سرنجه كده عندك واقطعيها بالشكل ده ودخليها في الصابونه، وابتدي ان انتي طلعي الجزء اللي انتي عملتيه، دوسي كده عليه وخرجيه وقطعيه على شكل دوائر صغيره، يعني بقى
في كيس، في اي كونتينر عندك صغير، وهيستخدم كصابون في اي مكان في الرحلات للاطفال في المدارس وانتي خارجة. منجز جدا للامهات بالذات، وكمان تقدري تغسلي بيه ببرونة وانتي بره كده، هيساعدك جدا ويسهلك الدنيا. خرمي بقى الفلفل بتاعك قبل القلي، لان الاخرام دي هتساعد ان الهواء يخرج، فبالتالي وانتي بتقليه مش هينفجر كده ويطرطش الزيت عليك. دي كانت مجموعة افكار النهاردة. قوليلي ايه اكتر فكرة عجبتك وناوية تجربيها، وما تنسيش اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعك، وكمان السبسكرايب عشان تتابعي معانا افكار حلوة كتير.